السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني من اخر فيديو. النهاردة بقى انا وجوزي قررنا نخش المطبخ ونطلع الشيف اللي جوانا. فشوفوا بقى كده النهاردة الفيديو، واللي ما اشتركتش بقى تشترك وسبسكرايب واشتراك عشان يوصلك كل جديد، وكده نبقى عيلة كبيرة مع بعض. آه، اخر فيديو كان كريب الاجازه اللي فاتت. الاجازه دي بقى قررنا نعمل لكم حاجه زي البيتزا كده، حشو داخلي كده، زي البيتزا، عجينه البيتزا الايطالي، بس حاجه تحفه تحفه تحفه. انا عارفه ان ممكن ناس كتير تكون عادي بتعملها وعارفاها، بس القيمه الغذائيه اللي فيها عاليه، يعني حلوة ومفيدة للعيال وأكلة سريعة. ولو عايزة بقى تنجزي يومك، انتي مثلا مش ضاربة معاكي النهاردة ان انتي تقفي في مطبخ كتير او مخنوقة. انتوا عارفين كلنا بيجي علينا الوقت اللي هو ايه، انا عايزة أكلة سهلة كده، وانا كل يوم بقى واقفة في المطبخ واعمل أكل كتير لا مش يعني مش بصراحة النهاردة المود ما كانش طالب يعني. فقعدت انا اساسا كنت هرس لهم بطاطس، فقلت طب البطاطس اللي هرسها دي هدخلها بقى في ايه، في حاجة كده، في عجينة تكون ايه، تشبع وتفيد يعني. اول حاجه كده جبت ايه، كيلو دقيق، وحطيت عليه باكت خميره وسكر وملح، يعني عجينه بيتزا، اسهل عجينه خالص خالص. هي مش، بص انا مش عارفه اسميها ايه والله، هي عجينه بيتزا بس مش بيتزا، هي بيتزا متغطيه اعتبروها. بصوا هتشوفوا معايا في باقي الفيديو، بس بجد حلوه جدا جدا جدا، وكانت هشه كده وقطنيه وتحفه جميله قوي قوي. حبيت كده اشارك معاكم، حتى ما كنتش عايزه اصور، والله ما كنتش عايزه اصور، وكنت مش عارفه، كنت مخنوقه جدا اليومين دول، اصلا تعبانه قوي، عماله حتى لو نمت كتير بقوم من النوم عايزه انام تاني، مرهقه، مش عارفه في ايه، او اقول ممكن الغده، مش عارفه. آم، انا يعني انا عندي الغده وكده، فدايما تعباني، ف رغم اني باخد العلاج، بس مش عارفه يعني بحس بلخبطه كده، يوم ما ابقى عايزه انام، يوم ما ابقى نشيطه، مش عارفه. فربنا يعيننا ويقوينا بقى. الحمد لله يا رب، الحمد لله على ربنا يجيب. فالنهارده بقى ايه، قلت نعمل الاكله دي سريعه كده، حلوه بقى كمان علشان ممكن تحشيها اي حشو. انا دخلت البطاطس المهروسه مع اللحمه المفرومه، هتشوفوا برضو في الفيديو. اي حشو ممكن تحشيها خضار بس يعني، وممكن تحشيها بطاطس مهروسه بس، يعني اي حشوة عندك، اي حشوة، بواقي التلاجة مثلا، لانشون على جبن على شوية خضار زيتون، موتزاريلا، اي حاجة، اي جبن مثلا بقى، يعني مش لازم جبنة موتزاريلا، اي حاجة عندك احشيها وتبقي عديتي يومك. وممكن تحمري جنبها شوية بطاطس كده. بقى العجينة ايه بعد ما اتعجنت، طبعا انا انتوا عارفيني اتعودتوا عليا، ما بحبش اشرح، بقول البصل بيتشوح، البطاطس بتتسلق، انتوا شايفين هنا كنت حاطه واحدتين بطاطس، قلت يتسلقوا كده على النار، وهنا قلنا نشوح البصل كده، ضربناه في الكبه. باركولي يا جماعه الكبه اتصلحت. نعمل محشي بقى كده بمزاج. وشوفوا بقى سعر المحشي دلوقتي، يا نهار أزرق. والله العظيم انا مش عارفه، بقول يعني الواحد عايز جمعيه بقى عشان يعمل محشي ولا ايه، بجد والله العظيم بجد الاسعار بتستعبط بتستهبل. يعني مش عارفة ده جشع تجار ولا ايه، ولا مش عارفين حاجة، مبقناش فاهمين حاجة. هو انت بتنزلي تجيبي شوية الخضار، تطلعي تلاقي نفسك مفلسة وخضار بس. امال لو جبنا لحوم بقى، اللحوم دي عايزة جمعية تقريبا. يلا ربنا والله. بصوا استحملوني النهاردة عشان انا ايه، اليوم النهاردة حلو بزيادة. يعني من اخر مرة عملت معاكم الفيديو بتاع المشتروات، هنا بقى جوزي هو اللي دخل يكمل تمام. انا قلت لكم ان انا وهو هنبقى واقفين في المطبخ، عشان بس ايه اللي بيتابعني اول مره. هم انتوا عارفين ان خلاص اتعودت، هو لو قاعد موجود في البيت بيحب يعمل هو الاكل يعني، بحكم شغله، عشان ايه مش على طول الهنا والسعاده دي. انا اللي طول الاسبوع طبعا بعمل، هو اللي ايه لما تجيله لما تكون الغزاله رايقه. آه اللهم صل على سيدنا محمد. ف اخر فيديو لما كنت عامله لكم المشتروات، كنت بقول لكم الواحد ازاي يوفر والحاجه تكفي لاخر الشهر. ف هي الحمد لله ظابطه معايا الدنيا، الطلبات اللي انا جبتها دي ظابطه معايا الدنيا، بس هحتاج فوقها شويه يعني، كل ما انزل اقول ايه،
حتى لو انا وصلت يعني لو معايا 20 جنيه اقول يا بت هاتي كيلو دقيق ورميه في البيت، لو 30 جنيه هاتي كيلو رز ورميه في البيت. يعني الحاجة فعلا احسن من الفلوس، النهاردة الحاجة احسن من الفلوس. هنا بقى كنا خلاص، كان خلاص كده، خلاص بنحطها في الصينية. بصوا عاملين بقى صينية تخش موسوعة جينيس، يعني ما شاء الله ما شاء الله الصينية تحفة. انا دايما حتى في اي حاجة بقيت اعمل الصينية دي، بصراحة بتريحني. و... خدوا بقى براحتكم وكلوا واشبعوا. آم، فبتكفي صينية الحلواني دي، بتكفي يعني الحمد لله بتكفي اليومين. فكلنا والحمد لله وحمدنا ربنا. واتبقى كمان هنا بقى البطاطس حطيت عليها سنة كركم وملح وفلفل وكمون، يعني وضبطها كده توضيب عادي. وجوزي بقى قرر يحشي الأطراف. أنا عشان ما تبقاش كده العيال دايما على طول بيسيبوا لنا الطرف، ويعني مش عايزينه يترمي. أنا اللي دايما كنت والله بلمه، لهم حرام عليكم صونوا النعمة، يعني صونوا النعمة عشان ما تزولش مننا. اللهم لك الحمد، يعني ربنا يحفظها نعمة، ربنا يحفظ لنا النعمة ويحفظها من الزوال. فعملها لنا كده، يعني ممكن بطستين بس ايه هتظبطي الدنيا، مع ربع كيلو لحمة مثلا. انا بصراحة الصينية دي عشان كبيرة خدت نص كيلو، اصلا النص ما كانش نص قوي يعني كان نص الا، بس اتظبطت بقى مع البصل مع الخضار، يعني الدنيا اتظبطت كده واليوم اتقضى. بس بجد يا بنات جربوها، تحفة جدا جدا جدا، طعمها حلو قوي قوي قوي. وكده كده يعني كله بيتاكل يعني، بس لازم تعودي ولادك ان ايه ما يعترضوش على حاجه. يعني انا عندي ياسين كان يقول لي لا انا مش هاكلها عشان فيها بطاطس مهروسه. معرفش بيكرهوا البطاطس المهروسه ليه، رغم ان هي احسن بكتير من المحمره صحيه على الاقل. فبقيت اقول له احمد ربنا غيرك اصلا مش لاقيها، يعني غيرك مش لاقي دي، احمد ربنا وكلها وايه واسكت يعني من الاخر. فلازم مره على مره، مره على مره العيال هتتعود وهياكلوا كل حاجه. فما تعلموهمش مثلا ان لا ده لا تقومي تعملوا له اكل مخصوص، لا هو ده الموجود. احنا كان زمان اهالينا كده، هو ده الموجود وهو ده اللي هيتاكل، ايام ما تنام من غير عشاء. انا بصراحه بقيت اعمل كده، وباباهم قال لي اعملي كده. لكن انا مش معقوله هنطلع كل واحد نعمل صنف، احنا مش في الجنه ان شاء الله يا حبيبي اللي في الجنه لما بقول لهم لما تروحوا الجنه يا حبيبي بقى ان شاء الله ربنا يحقق لكم اللي انتوا عايزينه. يعني الافتراء وحش، الدنيا اصلا مش مستحمله وغلا ودلع اساسا، يعني مش ناقصه كمان دلع العيال. يعني ندلع في حاجات تانية مثلا في الحلويات، اعمل لهم حلويات اللي هم عايزينها، كل اللي عايز جيلي واللي عايز مش عارف ايه. لكن لا في الاكل العموم ده لا، كلنا ناكل مع بعض الاكله الواحده. فالله المستعان. هنا بقى ايه، قطعنا طماطم كده، يعني جوزي قطع طماطم كده وزعناها. برضو الفلفل معرفش ساعتها كنت برضو مفيش فلفل، نسيت. انا مش عارفه ليه بنزل وانسى الفلفل الرومي ده من السوق، مش عارفه والله. يعني بعد كده لما انزل السوق بفكروني فقررنا بقى ايه اهي، هي بقى ايه هتقفل كده بالطريقه دي. وهسيب لكم المقادير برضو في صندوق الوصف، عشان ايه اللي ناسي يعني، او اللي مش عارف، او لسه عروسه جديده لسه داخله عايزه تعملها لجوزها وتفاجئوا سهره الخميس كده، يعني تظبطي الدنيا. ف سريعه وحلوه وبتنجز. غطيناها كده بقى بعجينة تانية زي ما انتوا شفتوا في الأول، قسمنا العجينة نصين، نص تحت ونص فوق، وكده ابتدى بقى ايه هو يقفل العجينة بتاعتنا. ولازم تخرميها بالشوكة كده في الآخر زي ما هتشوفي، علشان ما تلاقيهاش حاجة عالية واو في الفرن، يا ممكن تلزق في سقف الفرن على فكرة. لأن هي ما شاء الله ما شاء الله بقى العجينة دي بتنفش جامد، وبالذات كمان لو نوع الخميرة كويس، فلازم تخرميها كده بالشوكة. فلازم نعود ولادنا ان يحمدوا ربنا اي حاجه يعني. الله يرحمك يا بابا، بمناسبه الفيديو النهارده عايزاكم بقى دعوه حلوه لبابايا الله يرحمه. النهارده ذكرى وفاته، وبقاله 12 سنه، مش مصدقه ازاي عدوا، بس الحمد لله يعني. ربنا يصبرنا على فراقه، لان بابايا كان حنين جدا 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 فوق ما تتخيلوا. ف واحنا كمان كنا بنات، احنا بنات يعني، وهو كان مدلعنا على الاخر. فيا رب كده ربنا يرحمه، يا رب رحمة واسعة، ويرحم أمواتنا جميعا. و- ودعوة حلوة كده من قلوبكم لوالدي يعني، لأنه بجد هو كان يستاهل الدعوة الحلوة. فهنا بقى في الآخر هنحط بضاية. واعذروني النهاردة لو مش مجمعة، والله بسجل لكم الفيديو وأنا
تعبانة جدا جدا. فمش عارفة، ادعوا لاختكم بقى، ادعوا لاختكم من قلبكم. تحسوا ان كل حاجة كده قامت على الواحد فجأة، سنان على جسم تعبان، على الا وجع السنان ده، يعني ربنا يكفيكوا شره بجد والله، وجع السنان ده صعب صعب. فالحمد لله، الحمد لله دائما وابدا. حطينا كده رشة سمسم على حبة البركة، بتدي طعم يا جماعة بقى للمخبوزات ما اقولكوش. طبعا كلكم اكيد بتعملوا كده، هو احنا مشهورين يا سمسم يا حبة البركة يا اي حاجة كده تدي شكل وطعم وقيمة برضو غذائية. فجربوها ومش هتندموا. حلوة جدا جدا جدا. وفي الاخر بقى الشيف هيظهر معانا بقى، مش معقولة بقى يعني ايه تعبان وواقف معايا في المطبخ. هو هسيب لكم اللينك بتاعه على التيك توك، بيعمل وصفات تحفة جدا، تابعوه. فبيبقى كمان بقى في المطعم بقى، وبيبقى الدنيا جميلة أوي، وبتبقى الدنيا باينة يعني، والوصفة باينة كاملة. هنا بقى الشكل النهائي بتاع الفطيرة وكده خلاص، الشكل النهائي بتاعها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير يا رب في فيديو. وما تنسونيش بدعواتكم الحلوة وكلامكم الجميل وتعليقاتكم التحفة اللي انا بحبها، بجد بتشجعوني جدا، حتى لو كسلت يوم بتشجعوني. اشوفكم على خير، مع السلامة.